الله الذي لا اله الا هو نسحلكم بالاحزاب. لم بتوعك دول الشعب المصري هيطلع دين ابوه. هذه يعني جزء من أول حلقة من برنامج اسمه شلوت. شلوت هو المفروض يفترض فيه أن يكون المعادل الموضوعي البرنامج لباسم يوسف. شلوت بيقدمه الأستاذ أحمد المغير الناشط بجماعة الإخوان. برحب بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بيك. وخليني بسرعة كده قول لي فكرة البرنامج إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بس بداية يعني في اللحظات دي جيشنا الوطني بيقود معركة من معارك التحرر اللي أنا بعتبرها ما تقلش حاجة عن معركة 73 وكل المعارك الوطنية اللي دخلها الجيش ودخلتها البلد. معركة استرداد كرامة البلد وهيبة الدولة، معركة استرداد القرار الوطني في أن مصر تعمل اللي هي عاوزاه بدون تدخل من حد وبدون سيطرة من دول إقليمية أو دول غربية. بس أنا بتمنى إن ما يحدث في سيناء هو سيطرة من دول إقليمية أو دول غربية. طبعا بالتأكيد. يعني فتش على طول عن المستفيد. مين المستفيد؟ بدون مواربة هو الكيان الصهيوني. يعني أنت بتتهم الموساد بأنه ممكن يكون طبعا ورا ما حدث. أنا بتهم أشخاص كمان أكثر تحديدا. مين؟ أنا بتهم دحلان وبتهم الفرقة بتاعته اللي تم تدريبها وتسليحها في معسكر قرب الأمن المركزي في العريش طول الفترة بتاعت مبارك، من ساعة سقوط دولة دحلان في غزة إلى سقوط مبارك، وهي الميليشيات دي بيتم تدريبها وتسليحها وتمويلها بإشراف دايتون المبعوث الأمريكي للسلام. بس البعض بيتهم أيضا حماس وبعض الفصائل الجهادية الفلسطينية زي جيش الإسلام أو جلجلة أو كذا بأنه ممكن يكونوا على صلة ببعض الأفراد في سيناء وأن هم ممكن يكونوا هم اللي ورا ما يحدث. والله حضرتك في عندك خيارين لما بتيجي تفكر في الأمور. في عندك مجموعة معينة وفي عندك مجموعة تانية وعندك مصالح لدول وفي مصالح لدول. عشان حضرتك تعرف هو الأحداث مين اللي بيدورها، فتش عن المستفيد رقم واحد. تاني حاجة فتش عن اللي عنده إمكانيات رقم اتنين. الاثنين عندهم إمكانيات. لا يا فندم، مش الاثنين عندهم إمكانيات مستفيدين. وبالتأكيد مش الاثنين عندهم نفس المصلحة بالتأكيد. حضرتك احنا قدام للأسف الشديد، أنا مش عارف إزاي ممكن فجأة ننسى العدو الواضح الصريح بتاعنا اللي مش احنا بنشكك في نيته، لا ده هو أعلن نيته بشكل صريح وواضح. ده احتل بلدك، ده هو دخل سينا في يوم من الأيام وما كانش عاوز يسيبها. كويس. وسابها بسبب حرب انت خضتها، مش سابها كده، مش قال لك خد سينا ومع السلامة. مين اللي قال ننسى؟ يعني هو مش عاوز سلام. عندك عدو واضح المعالم، عندك عدو عاوز سينا تفضل في قلق وعاوز سينا تفضل في فوضى. كل ده كلام وعاوز سينا تفضل تحت سيطرته هو، مش تحت سيطرتك انت. كل ده كلام جميل جدا. احنا ما بنعرفش ندخل. احنا الاتفاقيه اللي ما بتعرفش تخلينا ندخل مدرعات وطيارات مش اتفاقيتنا مع حماس. ما تلغيها. دي اتفاقيتنا مع العدو الصهيوني. ما تلغيها. يا ريت والله العظيم نلغيها. نلغيها. يا ريت نلغيها. ايه اللي يمنع يا ريت نلغيها ويا رب نسمع بقى تاني يوم من الغائها. ما نجيش نسمع بقى ان لا بغض النظر نسمع او ما نمشاش، نسمع او ما نسمعش. لا يا فندم، ما هو اصل لا، لان احنا كده هنتحول على الموضوع الاساسي. لا هو الموضوع مش كده. الموضوع الاساسي اذا حضرتك بتطالب بالغاء الاتفاقيه، ما الذي يمنع الاداره المصريه الان؟ ما الذي يمنع الاداره المصريه الان ان تلغي امبارح قبل النهارده؟ طيب طالب الاداره المصريه بالغاء هذه الاتفاقيه. طبعا اتمنى ان الاداره المصريه تلغي الاتفاقيه في الوقت اللي هي يكون في مصلحه لمصر، مش في اي وقت يا فندم، مش في اي وقت. لان اللي بيعبث في سينا دلوقتي هو عاوز الامور تتفاقم، هو عاوز ان انت تدخل على طول في مشاكل، هو عاوز على طول تبقى انت على طول في فوضى. حضرتك عشان بس نفكر الناس، الاحداث بتاعت خطف الجنود حصلت امتى؟ حصلت بعد يومين من حدثين كبار قوي. الحدث الاول هو تصريح السيسي الواضح، فريق السيسي الواضح والصريح ان مصر مش هتدخل في حرب اهليه، وان هو مش هيعمل انقلاب ولن يسمح باحداث انقلاب، وان طريق التغيير في مصر هو طريق الانتخابات. والحاجه الثانيه هو الاعلان عن بدء مشروع تطوير اقليم قناه السويس. حضرتك عارف اقليم قناه السويس؟ عشان بس يمكن حضرتك ممكن تكون عارف تفاصيله، نشرح للناس بس هو ايه اقليم قناه السويس. الكونتينر اللي هي وحده التخزين الصغيره اللي بتتحط على المركب. عملنا حلقات كتير قوي على الموضوع. انا بقول لحضرتك بسرعه بس. اقليم قناه السويس او تطويره هيحول
العائد اللي بيخش لك من الكونتينر من 2 دولار الى 2000 دولار. حضرتك متخيل ازاي ان مصر ممكن في خلال 10 سنين تبقى اغنى من دول الخليج؟ حضرتك متخيل ازاي ان ممكن سينا يقفز عدد سكانها من العدد اللي موجود ده تضيف عليه 3 مليون انسان؟ حضرتك مين اللي عنده امكانيه ان هو يحتل سينا؟ حماس ولا اسرائيل؟ حضرتك قول لي، اصل انت بتقول الاثنين عندهم امكانيات. حماس تقدر تحتل سينا؟ حضرتك كلمتني عن دحلان وديتون. ما بقول لحضرتك فتش على المستفيد، انا بقول لحضرتك فتش على المستفيد. انا قلت لك ان في راي تاني بيتكلم في حماس، وبالتالي انا كنت بقارن بين حماس وبين طبعا دحلان. انا بقول لحضرتك اهو، خلينا اهو بوضوح اهو، في عندنا طرف في عندنا يعني طرف طلع من سينا بالقوه وبالاجبار. التنظيمات الجهاديه التكفيريه اللي ممكن تكون موجوده في سينا دي صنيعتهم هم، صناعه اسرائيل. طبعا دي صنيعتهم هم. ما اسهل من ان انت تجيب واحد يربي دقنه ويقعد يقول لك اي كلام. زي ما حضرتك، انا متفق مع بعض الاتصالات اللي جات لحضرتك تقول لك هم دول شيوعي. انا طبعا ما اعرفش، انا ما سمعتش مداخله الشخص اللي هم بيتكلموا عنه، بس انا بتكلم بصفه عامه. ما اسهل من انت تقول ان واحد شيخ. حضرتك تربيه الدقن دي ايه مشكلتها؟ سهل جدا اهو. انا دلوقتي مربي شويه، اسبوعين هبقى مربي دقني زي ما كنت طالع من شويه، 3 4 اسابيع وكمان شهرين 3 هبقى الحمد لله جهادي زي ما الناس بتحاول تصور. حضرتك اللي بيحاول ان هو يبث اسم الجهاديين واسم الجهاد ويحاول يشوه صورته، ده ليه مصلحه معاهم هم، لان الجهاد عمره ما كان مرتبط يعني مع حاجه زي كده. كده. ان هذه التنظيمات ومن يقولون هذا طبعا دي صنيعه العدو الصهيوني، صنيعه الكيان الصهيوني. الكيان حضرتك الوحيد اللي عنده امكانيه ان هو يتدخل في الملعب وان هو يعمل الموضوع لصالحه مش حماس يا فندم. طب هنا السؤال، ده الكيان الصهيوني. السؤال اللي ممكن يرد الى الذهن، تم الافراج عن هؤلاء ليه؟ مين؟ يعني مثلا زي الظواهري، زي اخرين تم الافراج عنهم. ما هو سبحان الله، ما هو من المضحيات المبكيات، انت لما تيجي تناقش موضوع زي ده وتيجي تشوف الناس دول اللي حضرتك ذكرتهم، تلاقي ان هم فعلا مش متورطين في اي حاجه من ساعه ما تم الافراج عنهم لغايه دلوقتي. طب احنا نجيب سيرتهم ليه؟ حضرتك ذكرت اسم محدد، الظواهري. هل الظواهري تتورط في العنف من ساعه ما خرج لغايه دلوقتي؟ تقدر تقول ان هو تورط في اي حدث عنف؟ لا لحظه واحده بس، لكنه هو انت عارف مش طبعا. لكنه يا فندم، مش لكنه هو تورط في حدث عنف. انت عايز نسالك ولا مش عايز نسالك؟ لا انا بقول لحضرتك عايز نسالك ولا مش عايز؟ اصل انت ما جاوبتش على سؤالي. انا على فكره انا هنا قاعد بسال، مش حضرتك اللي بتسال. لا يا فندم، ده حضرتك هي هتجاوب. لا حضرتك بتمثل، انا عارف حضرتك بتمثل الطرف او وجهه نظر الاخرى. ايوه، فلا بد ان انا اكون في حد بتناقش معاه. طب انا هتناقش مع مين؟ طيب بص، انا جاي مع حضرتك عشان اتناقش مع حضرتك. دلوقتي يعني هو تم الافراج عن هؤلاء، وانت عارف دايما ان في من يقوم بالتنظير، من يقوم بالتفكير، من يقوم بالتنظيم، من يقوم بالعمل. طب اذا كانوا دول بيستنكروا كل الاحداث اللي بتحصل، يبقى فين التنظير؟ يعني حتى مستوى التنظير ما بيقوموش لا بيه. طب لحظه، بيقوموا ضده. امال انت معترض على الجهاديه السلفيه في ايه؟ انا ما اعرفش مين الجهاديه السلفيه. بص حضرتك، انا بكره انا عشان انا تهت منك كده، انا تهت منك كده. انا بكره قوي المصطلحات المطاطه. السلفيه الجهاديه، حضرتك قول لي مين السلفيه الجهاديه دول، وقول لي ده زعيم السلفيه الجهاديه وده تنظيم السلفيه الجهاديه. زي مثلا في الاخوان هيكلهم معروف، تقدر تمسك واحد كده، تقدر تمسك واحد تقول ان ده ان الاخوان ده متحدث رسمي باسم الاخوان، ده مرشد الاخوان. مين السلفيه الجهاديه؟ مين السلفيه؟ الحاجات المطاطه اللي مش واضحه اللي عايمه في الهوا دي، انا ما بحبش الحقيقه ان اتعامل معاها. انا ما اعرفش ايه السلفيه الجهاديه دول، ولا اعرف مين المتحدث بيهم، ولا اعرف خلفياتهم، ولا بعرف يفكروا في ايه. وانا بقول لحضرتك، كل من يتورط في احداث عنف في سيناء تحديدا وفي اعمال فوضى، لابد ان هو بشكل او باخر مرتبط بالكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني هو الجهه الوحيده اللي في الاقليم ده اللي عاوزه تحتل سيناء تاني، وبيعلنوها على لسانهم. ده مش مجرد كلام. الناس دي في يوم من الايام دخلت ارضك وقتلتك وذبحت شعبك وذبحت البنات الصغيرين في مدرسه بحر البقر، واحتلت ارضك وعذبتك واهنتك وخلتك زي العبد في سيناء. حضرتك الكيان ده هو يعني السبب ان انت مالكش قوات يعني هناك. حماده ابو شيته، فتش عن المستفيد. حماده ابو شيته والاخرين المحكوم عليهم دول وجهه نظرك؟ انا ما اعرفش مين حماده ابو شيته وما اعرفش اي تفاصيل عنه. طب ما انت انا بقول لحضرتك حماده ابو شيته عيلته نفت ان هي ليها علاقه باللي حصل. تمام. واستنكرت الكلام ده. تمام. وقالت بشكل واضح ابننا لو هيخرج بشكل قانوني. تمام. واحنا مش موافقين على اللي بيحصل، وخليه موجود في السجن لغايه دلوقتي. صحيح. ده اللي انا سمعته صحيح. من اهل حماده ابو شيته. لا امبارح دلوقتي كان معايا اخوه. ده اللي انا سمعته من اهل حماده ابو شيته. حماده عمل ايه بالظبط؟ ايه جرمه؟ ايه جنايته؟ بيتحاسب على ايه؟
انا ما اقدرش اخش في التفاصيل دي، لا انا لا انا المحامي بس بتاعه ولا انا اقدر اقول في تفاصيل انا ما اعرفش عنها اللي حاجه. فتح الموضوع ده كله انه حضرتك بتكلمني على يعني الجهاديين او من يسمى بالجهاديين، وحضرتك قلت ان هم دول صنيعه الكيان الصهيوني. انا بتكلم عن من يحدث الفوضى، مش بتكلم عن الجهاديين برضه عشان يكون الامر واضح للناس. بتكلم عن من يحدث الفوضى في سيناء. الشخص اللي عنده مصلحه ان سيناء على طول تبقى في معارك وفي مشاكل وفي سخونه دائمه. هؤلاء مهما تخفى وراء اي زي، انا بقول ان هو مرتبط بالكيان الصهيوني، لان بقول لحضرتك ما اسهل من انت تخلي واحد يربي دقنه يقول لك انا جهادي. ما دام كلمتني عن يعني الدور والتنظيم وكذا وبتاع، انت ليك تعبير بيقول او تصريح بيقول ليس من حقي الكشف عن دوري الحقيقي داخل الجماعه، ولم اسلط الليزر على الشهيد الحسيني ابو ضيف امام قصر الاتحاديه. تمام. ليه ليس من حقك الكشف عن الدور الحقيقي داخل الجماعه؟ لان ده حق الجماعه. يعني ايه؟ مش فاهم معلش. يعني هو ايه الدور انا الحقيقي؟ لو بشتغل في اي مكان وشركه مثلا، خلينا نتخيل انها شركه، فانا بشتغل في الشركه لحساب الشركه ديت في وظيفه ما. لو حضرتك سالت الشركه فلان بيشتغل ايه عندكم، يجاوبوك. لو قالوا لك لا مش عاوزين نجاوبك، خلاص دي بتاعتهم هم. بس لسه حضرتك من شويه قايل لي ان الميزه لدى جماعه الاخوان انك تستطيع ان تقول ان فلان بيعمل كذا صحيح. وفلان بيعمل كذا وفلان بيعمل يبقى كذا. ما اسهل ما هو حضرتك دور تسأل احمد المغير؟ ما اسهل ان حضرتك تسال اي حد من دول تقول لهم هو احمد المغير بيعمل معاكم ايه؟ لكن لما اسال احمد المغير ما يجاوبنيش. لو سالت حضرتك هقول لك الاتي. ان انا عضو في جماعه الاخوان زي الاف الاعضاء اللي موجودين، وبأدي دوري زي اي دور حد تاني. انا راجل يعني سبت الهندسه وانتقلت الى مجال الاعلام، المجال الصعب المزعج، وبخدم في الحاجه اللي انا بفهم فيها او الحاجه اللي انا بعرف اشتغل فيها. اللي هي ايه؟ اللي هي الاعلام والفن. انا راجل يعني احب ان انا يتقال عليا اعلامي او فنان. وبحب التمثيل وبحب الاخراج وبحب المونتاج، وده الحاجه اللي انا بشتغل فيها. فهو دي طبيعه شغلي. حضرتك عاوز تفاصيل اكتر بقى، احمد المغير ايه، تنظيمه ايه، توصيفه ايه، كل ده دي حاجه خاصه بالجماعه مش خاصه بيا. ليه مش جماعه؟ يعني هل هي الجماعه ما زالت مساله يعني غير معلنه؟ يعني فندم بسالهم هم. لا انا بسالك انت. على فكره هم مش موجودين قدامي، انت اللي موجود قدامي. وانا بسالك عنك انت. انا بسالك عنك انت، مش بسالك عن حد تاني. سهل حضرتك تتصل بمتحدث منهم يقول لك، وعلى فكره هو مش هيقول لك كلام مختلف عن اللي انا قلته يعني. هل صحيح ان انت مسؤول عن اللجان الالكترونيه؟ لا انا مش مسؤول عن اللجان الالكترونيه. امال مسؤول عن ايه؟ انا فعلا مش مسؤول عن حاجه. انا المشكله ان انا مش عارف اقنع الاعلام ازاي ان انا فعلا مش مسؤول عن حاجه. طب امال ليه ارتبط وان انا احمد المغير اللي هو الشخص اللي بيمثل نفسه، اللي هو مزعج ومزعج لناس كتير يمكن جوه الاخوان نفسهم. شخص عادي جدا، عندي تركيبه معينه، شخص بعتبر نفسي من شباب الثوره اللي شاركت، مش هقول من 25، شاركت يوم 26، اللي حضرت كل الفعاليات الثوريه اللي نزلت في الارض، اللي مؤمن جدا بالثوره، واللي على طول سخن ومتحمس ونفس الامور تتغير في لحظه. هو ده احمد المغير. طيب الشخص اللي بيحب الفن، اللي بيحب مجال الاعلام، اللي نفسه في يوم من الايام الامور تستقر عشان ينسحب خالص من المشهد السياسي وما يبقاش ليه علاقه خالص ولا حتى يقول رايه في اي حاجه، ويبقى مركز في ازاي هو مجال الاعلام ده ما تنسحب من المشهد السياسي ازاي؟ ده انت في مجال الاعلام هتخش في قلب المشهد السياسي. لا يا فندم، في الاعلام ما هو اعظم من المشهد السياسي. احنا كلنا مجبرين دلوقتي على الاغراق في المشهد السياسي. احنا عندنا المشهد الاجتماعي ومشهد بناء الدوله اهم بكتير جدا من المشهد السياسي، بس ده مش هيحصل غير لما الامور تستقر تماما. اللي احنا شفناه على التلفزيون من شويه، الجزء اللي انت عرضته هو في صميم وقلب المشهد السياسي. بالتأكيد. هو موقف ووجهه نظر وتوجه، ويعني لان ما زالت المعركه قائمه في المشهد السياسي. المعركه في المشهد السياسي بين مين ومين؟ المعركه في المشهد السياسي ما بين من يؤمن بالثوره ومن لا يؤمن بها. يعني ده توصيفي انا للمشهد، وهذا هو ما اؤمن انا به. طيب من يؤمن بالثوره ومن لا يؤمن بها. يعني حضرتك عايز تقول لي ان الشباب اللي نزلوا يوم 25 واللي بيعارضوا الان حكم الاخوان هم لا يؤمنون بالثوره؟ لا، في حضرتك فرق بين المعارضه وما بين احداث العنف وما بين التخريب. انا ما جبتش سيره انا ما جبتش سيره العنف. انا اللي بفرق بين الاثنين. في اجزاء، في مجموعات كبيره جوه المعارضه من الناس اللي بتؤمن بالثوره، لكن هي بتعارض
عشان كده. عشان كده ايه؟ بتعارض عشان كده، لان وجهات النظر بتختلف. يعني ايه عشان كده؟ كده ايه بقى؟ بتعارض عشان هي مؤمنه باهداف الثوره. كويس. هي شايفه تحقيق اهداف الثوره من وجهه نظر مخالفه كويس للطرف الثاني اللي قصادها، وبتعارضه في هذا الاتجاه وفي هذا السياق، مش بتعارضه في تحطيمه وتخريبه واقصائه وتدميره من البلد. يعني انا برضو سمعت يعني بعض الكلام الحقيقه اللي ادهشني. في ناس مش عاوزه تسمع الاخر، مهما كان الاخر متطرف، مهما كان الاخر متخلف، مهما كان الاخر سيء. ايه ده؟ احنا وصلنا لكده ازاي؟ انت مجرد ان انا اسمعك. انت عارف انا ايه الحاجه الوحيده اللي اقبلها يا استاذ جمال؟ الشيء الوحيد اللي لا اقبله هو الخروج عن القانون والخروج عن الدستور والاتجاه الى اعمال العنف والقتل والتخريب. ما دون ذلك اقبله. عشان كده انا لما طلعت قبل كده اتكلمت عن حمله تمرد في كذا مكان واعلنت، قلت ايه؟ واظن حضرتك كنت كلمتني. قلت ايه؟ قلت الناس دي انا ما عنديش اي مشكله معاهم نهائيا، وبعدي عليهم في كل مكان بشوفهم فيه، بسلم عليهم وبمشي. طيب ليه؟ الناس دي ما خلفتش، الناس دي عامله نوع من انواع المعارضه قويه جدا. ليك صور في الاتحاديه وليك صور في المقطم، وانت بتشتبك مع ناس، يعني انت تمارس العنف ايضا بشكل من الاشكال. طب معلش خليك عشان ترد أيوة عليا، ترد عليا. هخرج فاصل. طيب. وبعد الفاصل هنتظر الاجابه. وعندي سؤال تاني، هو ليه ارتبط اسمك بالمهندس خيرت الشاطر؟ برضه بعد الفاصل. بعد الفاصل نواصل هذا الحوار.